وفريق مرسيدس اي ام جي صمم عربيات مخصوص للفيلم، بحيث ان هي تكون عربيه اف 1 حقيقيه جدا، بس مجهزه ان هي تشيل الكاميرات دي من غير ما يغيروا في الايرودايناميك او اداء العربيه. والاجمد من كده كمان ان لويس هامilton ما كانش مجرد منتج منفذ. وللي مش عارف، لويس هامilton هو واحد من اساطير اللعبه دي، تقدروا تدخلوا تعملوا سيرش تعرفوا عنه اكتر، هتتبسطوا بالمعلومات دي. المهم ان هامilton ما كانش مجرد منتج منفذ، لا هو كمان كان موجود وقت التصوير بيراجع وضعيه الممثلين جوه العربيه وحركتهم مع الجي فورس، حتى طريقتهم في الغيارات وحتى شكل الخوذه. وبالمناسبه الخوذه والريسنج سوت اللي ظهروا في الفيلم هم نفس اللي استخدموها المتسابقين الحقيقيين في موسم 2023. وبراد بيت اتدرب من 4 ل 5 شهور تدريب مكثف جدا علشان يقدر يسوق عربيات الفورمولا 1. والمنتج جيري بروكهايمر اكد في مقابله مع بيبل ان براد بيت ساق سواقه طبيعيه. وكمان المخرج جوزيف كوزانسكي ولويس هامilton اكدوا ان براد بيت كان في حاله بدنيه كويسه جدا، وكان بيسوق من 8 ل 10 ساعات يوميا في ايام التصوير. Are driving the cars themselves, going 200 miles an hour. وده بيعرفنا ان براد بيت ما استخدمش دوبلير، هو كان بيسوق بنفسه على حلبة سيلفرستون وسرعته عدت ال 200 كيلومتر في الساعة. واللي بنشوفه على وشه جزء كبير منه مش تمثيل، ده رد فعل طبيعي لجسمه تحت ضغط السرعة.